مين اللي قال الدنيا دي وسية؟ مين يعني مين؟ الحجار. لا لا. كت مين كت مين اللي قد كت. مين اللي قال الدنيا دي زريبة؟ فيها عبيد مناكيد وفيها السين. دن دن دن. تش. يلا بقى كده. صباح الخير. صباح الهنا. الشغل واللي اشتغل ياما شاف، بيقول لك فعلا فعلا فعلا، ده بجد. كل ما تشتغل اكتر، كل ما هتمر بمواقف اكتر، كل ما هيبقى عندك ادراك لانواع البشر اللي حواليك. تكتب اسرع. ما هو ده اللي خلاني بقيت اشوف البشر حيوانات. تخش المكتب من دول في المصلحه الفلانيه، تلاقي استاذ سيد قشطه قاعد، وتلاقي مدام ناموسه قاعده، وتلاقي استاذه جراده قاعده، ومدام سمكه، والدنيا ايه، كله في الجنينه، وكل واحد قاعد. كله في الجنينه. كله في الزريبه مش في الجنينه. كله. بس مش في الزريبه عندنا، يعني هم في زرائب اخرى. ايوه. والله. وما استاذ سيد قشطه اصلا مش عاوز يتحرك. انا في مره استاذ سيد قشطه قابلته في مصلحه حكوميه ما يعني، فاستاذ سيد قشطه لقيته بيقول لي، مش بيقول لي، بيقول له واحد صاحبي: يا ده عم محمد كان عليه حته توريقه. توريقه. فانا التوريقه دي، التوريقه دي شغل. هل ده التوريقه اللي هي ورق الرقاق مثلا، ولا ده كتيره كام رق؟ التوريقه ولا ايه التوريقه؟ تقريبا بيطبل. بيورق. يقول لك ده المكتب ده كان كله زمان آلاتية. ما هو باين يا مرحبا، ما هو باين باين بعدين على المسرح فعلا باين ان هي آلاتية. ورق لها بقى. وانا بقيت ابص لحاجه بمنظور كوميدي، ما بقيتش خلاص بقى. انت عارف هي هتخلص فين وهتعمل ايه، وهتقعد تلف نفس اللفه ونفس الخناقات بتاعت كل مره، وي وي وي. روتيني بقى خلاص. انت هو تثبت روتين بقى ايه. يلا هتفاعل معاك. انت سيد قشطه، هديك ميه واديك سوداني خد جزرة، هخربها لك بس. يلا خد جزرة. دي المشكله. انت بتكون فاهم انت دماغك هتمشي على ايه. انت عايز شويه جزر وشويه سوداني، هديهم لك بس اخلص. وده اسوأ بقى، ان انت اتعاملت معاه على دماغه. بس انا برضو يعني اهم حاجه عاوز اتكلم فيها، عشان في برنامج كده نفسي اسلخه. هعمل منه بيوريه. مستر بطاطس. ايوه عارفينه. نتكلم في المديرين. مديرين بوجه عام. المديرين كلهم بقى بوجه عام، اللي هو مش شرط يكون مدير او صاحب شغل، وفي الغالب بيبقى صاحب شغل هو مدير. يعني انا ما اشتغلتش في حته يعني اشتغلت فيه مديرين مش اصحاب الشركات، لانها شركات كبيره، واشتغلت في حته تانية لا، هو مديرك هو صاحب الشغل. وده غلط، ده اكبر غلط. يكون حاجه وتحتك ناس، يعني هو مديرك صاحب الشغل، وتحتنا يجي 12 بني ادم برضه شغالين معانا. ايه ده؟ يعني مش هو يعني حاطط مدير كمان غير صاحب الشغل؟ يعني صاحب الشغل موجود والله كمدير. والله ما فاهم بقى مين المدير، انا المدير ولا هو المدير ولا الراجل اللي قاعد هناك ده هو في ناس اكبر مني قدام موجودين، هم دول كلهم مديرين في بعض. لا بس هو لا، اللي اكبر منك والقديم صايع. ماشي، بس هو لو المدير مش موجود بيبقى واخد هو صفه المدير. المفروض ان انا اللي اخد صفه المدير في هذه اللحظه. بس هو يعني على الميتين دي شغلانه، هو يمشوها ادميه بقى. يعني على الميتين دي شغلانه. مش مشكله. يعني مستر بطاطس، هنتكلم على بطاطس. يا نهار، من انتن خلق الله. انتن بني ادم اتعاملت مع القميص اللي هو لابسه مش طايقه. والله العظيم. طب ليه تعاملوا وحش مع شغالك 12 ساعه وشغل. شغل مجهود يعني. شغل تنزل بقى، يعني مش قاعد، انت مش قاعد، انت تنزل تقعد تخلص ورق في مصالح، وتخلص ورق في وتخلص ورق في هباب، وتخلص مشاوير كتير فشخ، و12 ساعه شغل. وتقعد بعد ما تخلص المشاوير دي لا، تقعد في المكتب ما تعملش اي حاجه. اقعد بقى مع انت يا عم، انت عاوز اروح؟ لا ده انا بديك 2000 جنيه انت عاوز تروح. يعني بعد 12 ساعه عايزك تقعد في المكتب. يا عبيد اسعارها غليت كده ليه؟ العبيد غليت صحيح. يا نهار ازرق. فكرة بقى، هل انت عبيد مستر بطاطس؟ الفكره هل انا يعني كده عشان هو مثلا منتن في اتجاهنا احنا؟ هل هو لا ده هو منتن، بيكون شايف الصغيرين كده، شاب صغير ولا حاجه، هو منتن على نفسه على الجميع. انت مش فاهم، ده بيروح يدفع النت في السنترال عشان يوفر 2 جنيه. 2 جنيه زياده فوري ولا حاجه، او عصر ورق من بره. يا نهار ازرق، وانا عندي ورق في المكتب ده. ورق مطبوع الناحيه الثانيه، مطبوع الناحيه الثانيه. انا الناس في المصالح الحكوميه كانت بتشتكي من الحوار ده. ايه يا ابني القرف ده، احنا بنتوه. وهو لا ازاي، لا ويروح مثلا يعني برضه ايه، يبوظ الحاجه وياخد حلها.
انا بوظت دي، خد تعالى معلش. انا بوظت الورقه دي، فانت معلش بقى لف لي على 50 مصلحه من الورقه دي تاني. يا لا نهار اسود. غلط. هو طب هو بوظها لا تقدير. طبعا على ظهرها ولا لا بوظها تقدير. ازاي؟ لا طبعا تقدير، غلط. لا تقدير بني ادم جه فهم. بني طب ادم هو الورقه اللي بوظها دي بوظها، الورقه دي بوظها ان هو كتب فيه حاجه غلط، ولا هو طبعا على ظهرها مثلا؟ وداها في حته تانية، ختمها ختم غلط، وداها في حته غباء تالتة، غباء يعني. نسيها ضيعها، وانت روح دور عليها. ما ده غباء. انت عارف مثلا ان هو كان بيبعتني مثلا لنفس البني ادم مثلا اساله على حاجه كل اسبوع، وهو يقول لي ما هو لسه متصل بيا. طب بتبعتني ليه؟ هو انت شغال ب 2000 جنيه؟ لا يمكن انت مجنون ولا ايه؟ يمكن يكون كان بيوزعك وراه حاجه بيعملها ولا ورا حاجه بيعملها ايه؟ لا حاجه هي تقريبا اللي كان في 77 سنه حاجه زي كده. على الله يعني. طب يابا، انت عملت الفلوس دي في حياتك وهو معاه فلوس برضه، مش هناخد نحكي في الموضوع ده، بس هو معاه فلوس. عملت الفلوس دي في حياتك يا راجل يا جيفه، طب روق على حاجه. لا هو ما بيصرفش على نفسه ولا على الصناعيه ولا اي حاجه. قسما بالله نتاني كنزه بخيل بقى. نتانه بخل. طب وبعدين هتدفن بيهم؟ لا هو ب 77 يعني هانت. ربنا يديله الصحه، هانت. هتدفن بيهم؟ هو في ايه؟ هانت 77 يعني اصل هو برضه باهر انت. طب روق على حالك انت. طيب طب هو بيديك يا اصل 12 ساعه باهر 2000 جنيه، ده برضه في الوقت اللي انت فيه ده برضه كان غلط. 2000 جنيه في 12 ساعه، انت بتتكلم في وقت لو كان اقل حاجه مثلا 3 ونص اقول لك ماشي. هو قال لك في الاول ايه؟ ما انا برضه وعشان بتركب 2 جنيه مواصلات. دي من ضمن الخزوقه اللي كانت في الشغل ابن الوسخه ده. قال لك في الاول انا هزودك كل 3 شهور. ومفيش. قسما بالله كنت بنقص. بتنقص كل 3 شهور. هزودك والله بينقص الفلوس. هزودك واخصمهم بعد كده. نتن بيدور يعني في مره كان بيديك فلوس وله 5 جنيه. له 5 جنيه. وقف على 5، وقف على 2 جنيه قبل كده و3 جنيه. لكنه جاب لك فنجان قهوه يعني. الفكره حقك وانا هديهولك. ماشي حق ما قلناش حاجه بس انت وصلت بيك درجه نتاني. انا كده بسلمك الحاجه زي ما انا بقول. انا من نفسي بروح اديله ال 2 جنيه وال 3 جنيه الفكه. احنا مش عالم منتنا زيه. ما هو بقى ده بير، عشان ده من اسوأ حاجه ان الشخص ده هو صاحب المكان وهو المدير وهو المدير المالي وهو المسؤول عن كل حاجه. ولو مش مدير يجي لك مثلا، انا كنت شغال برضو كمندوب في حتت معينه، يجي لك تيم ليدر مضغوط عليه فيرمي لك انت الضغط. هو بيرمي الضغط عليك بزياده. ده ايوه بيفرغ طاقته عندك. حد يزعق له فوق، ما هي بتمشي كده، بيفرغ طاقه. هي بتمشي كده. طب انت بتلاقي حد تفرغ فيه؟ السواق تمسك تضربه بالجزمه. لا انا كنت بدعانه تلاجه. ما هي لازم تلاجه. فكك من الزعيق اللي احنا بنزعقه في البودكاست ده. ايوه انا فاهم. انما في الطبيعي تلاجه. ما هو الطبيعي يكون تلاجه عشان الناس تحت بقى. انت فاهم. مهما تنعر، ما الجاموسه عماله بتنعر في الخلفيه، حد انت اتكلمت ولا اي حاجه. ما تنعر يا جاموسه. بس انما ده بقى اشغل دماغي بيها. لا ده بقى اللي فوق ضغطه، فهو عاوز ويقعد يزعق ويقعد ويعمل حركات غريبه. بس انا كنت بردها له بحركات اغرب. انا عايز افهم. اصل انا برضو ايه انا عاوز اشتغل، فاهم؟ تمام. انا جاي اشتغل، فاهم؟ انا جاي اشتغل. انت هتبتدي تحولها لحاجه تانية ما فيهاش علاقه، يعني تضمن. لا ما هو ده يعني احولها حاجه تانية، يعني شغله تانية ولا هي طبيعه عمل تانية مختلفه؟ لا هتضمن. انا مع ضغط الشغل، لو في ضغط شغل وفي شغل ان هو لازم يتعمل ولازم اكيد انا معاك، اكيد انا مش هستهبل. ايوه فاهم؟ انما انت عاوز حاجه مستقبليه لميعادها، نقعد بقى نبر قسما بالله. قعد في يوم يتصل بيا مثلا من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 2، ما بعت بجنيه. هو ليه بيتصل عايز ايه؟ ما بعتش بجنيه. ما بعتش بجنيه. اول ما رن عملت ب 30,000 جنيه. والله ده هي مشكلته في نبر ابن كلب والله. بينبر نبر. بس هو حبيبي يعني. انسان بومه. هو حبيبي. لا ما هو بص انا بعد ما سبت الشغل، انا ايه اللي هيبقى سبب العداوه ما بيني وما بينك؟ لا انت اللي كنت جاي تعديني، وانا مش عاوز اعمل حاجه. يا برضه عشان نكون فاهمين، احنا بنتكلم على تصرف الشخص من مش اخلاقه ولا يعني تصرفك غلط. مش شخصك اللي غلط. مش عاوز اعدي حد، مش عاوز اعادي حد. اكيد مش هنعاديه. فانت اللي جاي تعاديني، انا ما قلتلكش حاجه. تغيير اصل انا بص غير يعني مثلا انا فاهم انت لو شغال في مكان، انا مثلا شغال في مكان، انا كنت شغال في مكان قبل كده كاشير.
انت بتشتغل كاشير مثلا، انا ما بحبش ان انت تكون شغال النهارده كاشير، هتيجي في يوم مثلا انت عندك ضغط شغل في حاجه فتحطني في حته تانية. انا غير مهيئ ليها ومش مستعد ليها. يعني انا جاي كاشير ده شغل ذهني، شغل بدماغي، مش شغال باي حاجه، مش بعضلاتي. هو دماغي اللي شغاله في حسابات، مش شغال لاي حاجه تانية. هتحطني في مكان تاني، طب انا مش ده طبعي، مش ده شغلي، مش هديك بنفس الكفاءه. هو كمدير بقى وجهه نظره لا انا عايزك هنا فتخش هنا. فانا بخش اعجنها بمعنى ان هو بيحصل غلط، في غلط بيحصل جوه، وانا متاكد بيحصل غلط لان ده مش مكاني. ما هو مكانك، ما هو المحل بيخسر، يعني المكان بيخسر، المكان نفسه هيخسر يا معلم. طب انت ليه تحطني في الموقف ده عشان ايه؟ وانا اللي بتعب في الاخر، واجي تاني يوم اجازه او تاني يوم اتعب انا بقى. طب وليه استفدنا ايه؟ زي مثلا يكون الصناعيه، ما فيش صناعيه، فانت ما فيش صناعيه فتبدلني، حطني انا في حته اللي هو انا كصاحب محل مثلا هقف انا في الكاشير، ما اقفش في مكان حته ثانيه كنظافه، وانت كصناعيه خش اقف في حته ثانيه. طب انا هعجنها انا في المكان الثاني لان انا مش متعود على المكان ده، انا مش هو برضو عندهم الحته بتاعت انت المفروض تكون قديم فانت فاهم في كل حاجه. انا مش جاي اترقى، انا جاي المطعم ده ما كانش صنف واحد، مش بيقدم كل حاجه يعني. لا بيقدم كله. اي صناعي بيقف على اي حاجه، اي صناعي بيقف في اي حته. مهلبيه دي الفكره بقى. مهلبيه. ما انت كان في صناعيه، في شيفات بمعنى لا ناس كانوا كويسين صراحه. الصناعيه كانوا كويسين، بيقفوا في اي حته وبيسدوا في اي مكان وكل حاجه. ده الصناعي. لا مش قصدي الصناعي. انت بتقدم اكل، لا ثانيه بقى، انت بتقدم اكل فلازم يبقى بتاع البيتزا بتاع بيتزا، وبتاع الفطير بتاع الفطير، وبتاع السندوتشات البروست سندوتشات بروست، وبتاع كذا بتاع الفول بتاع فول، وكل واحد له صنعته. ماشي، هو كل صناعي. ما تجيبليش حلويات، ما هو انت ما تجيبليش لا اكيد لا مش معجنه وتشغله على الفراخ. ما انا فاهم، بس انا قصدي ان الشيف مثلا بتاع الفطير هو ده شيف شغلته الفطير، فهو بيقعد يلف الفطيره فوق كده. اللفه دي لازم لها صنعه لانه بيفرد الفطيره نفسها. مش هتجيب واحد مثلا بيقف على كونتر ولا واحد شغال في الصاله تقول له خش اعمل الصنعه دي. صنعه البيتزا مثلا في المحل عندنا لو هو هيعجن اقول لك ماشي، بس هو ما كانش بيعجن لان أصلاً الحاجه الفرم جاهزه. في واحد بيبقى مسؤول عن الخبيز بيعمل له حاجه، فبتاع البيتزا ده مثلا بيسوي. لو جبت عيل صغير تعالى اشتغل على البيتزا هيشتغل لانه هيسوي بس. ما هو فاهم حاجه؟ فهو الصناعيه ده شغل الصناعيه، هم شغلهم كله بدني. افهم، شغل الصناعيه كلهم بدني بمعنى ايه؟ انا بشتغل بتحرك بدني، ده شغل بدني. انا شغلتي كاشير شغل ذهني. انا شغل الذهني بالنسبه لي انا جاي مركز عشان الفلوس، وده اهم بالنسبه لي اركز لان انا بمسك حسابات ناس وفي الرقم. فاهم حاجه؟ فلما بتحول لي التحويله دي تاني يوم مش هاجي. تاني يوم هاجز، هتعب فعلا لان انا مش جاي بشغل بدني، جاي شغل ذهني. ما الضغط يا عمي بمناسبه الضغط، كنت شغال برضه سيلز في بنك ما. الفكره ان الحاجه اللي انا ببيعها انا ببيع كريدت، فبتتباع مره واحده. الناس اللي قبلي دخلوا على المصالح الحكوميه صباح الخير بتاع دي اجباري، فالناس كلها عملت معاهم. انت بقيت تروح ما بتلاقيش حد، وقاعد بتلف لف غريب، وقاعد بتلف لف مريب. وقسما بالله انا كنت بلف في الحوار ده وبلف جامد ومدي مجهود كبير قوي. هو التيم ليدر ذات نفسه في الاول واحنا في التريننج ومش عارف ايه، شافني دخلت عليه وانا بعرف اتكلم كتير، فاقنع لي الناس دي تشتري كريدت. تك 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 مع اول واحده، والتاني جه معايا، والتالت جه معايا. طب صور البطايق، طب كذا كذا كذا، وخلصت له المصلحه. قال لي انت انا مستنيك تنزل السوق تفرتك. هو بياخد كوميشن من الحوارات دي ولا هو ما عندوش هو كوميشن من وراك؟ انا ما جبتش 50% من الطلب اصلا وجبت قروض، ما جبتش كريدت. مستحيل يا فندم. انا دخلت في مصلحه حكوميه ما، راجل واقف في الامن بتاع المصلحه الحكوميه بيقول لي انت بتاع فاز المشتريات؟ قلت له قال لي بيشتروا بيها على النت. قلت له قال لي هو انا ممكن اقسط منها؟ قال لي قال لي طب لو عايز اشتري خشب؟ قلت له تسحب الفلوس من المكنه وتقسط، تتصل بالبنك تقسط بعد كده البتاع. قال لي قال لي قلت له ايه انت عاوز بتاع؟ قال لي لا ما انا عارف، بس انا بشوفك مع تبع البنك بجد ولا لا. ده بيختبرك الراجل بيختبرني يعني هو حافظ انا بقول ايه. يعني في هو بيختبره، فاهم؟ قد ما ميتين من البنك عليه. وانت المشكله والفكره بقى ان انت في الاكونت ده محشور. مره وداني طنطا، راح تعمل برضه من طنطا دي نفس الوظيفه برضه كريدت. ده تاني يوم كان عاوز يديني بورسعاد. ايه ده؟ يا لهوي، وطنطا والمحله والمنصوره ومش عارف ايه، لفه يعني. المهم رحت طنطا وقعدت في طنطا. عملت في اليوم ده قرضين سبحان الله. وقاعد في طنطا لغايه الساعه 6.
عاوز اروح، ما حصل حوارات ووصلت بيتنا الساعه 9. تمام. لقيت التيم ليدر بيتصل بيا، وانا قلت لك روح. بعد ما وصلت، بعد ما روحت. خير يا كابتن، انا ببيع المصالح الحكوميه يا كابتن. هو في ايه؟ انا المصالح الحكوميه ده في الساعة 2. ناموا، ايوه. ناس روحت ونامت عشان تروح يوم جديد بكره. انت في ايه؟ انت عبيط ولا كان إيه؟ عايز ايه بقى؟ كان عايز ايه؟ ولا حاجه، هو فضى. ولا حاجه. اللي هو ايه، ما اشوف افضل عليه. شوف افضل عليه شويه. قال لا انت قاعد فاضي، طب ما افضل عليه. تروحت. مع انه على فكره يعني هو ما كانش بيقول عليه كتير، يعني هو الراجل ده كان حلو يعني. مم. بس ليه الحته دي؟ ليه الحركه؟ ليه لازم تديها حته لازم فسخ كده يا عمي؟ ما ودي حاجه بتبقى قلق برضه، اللي هو لما حد بعد ما يكلمك، بعد ما تروح من الشغل مثلا يكلمك يقول لك ايه، انت روحت، تحس ان في قلق. ايوه روحت، ايه اللي حصل؟ انا ولعت، عملت ايه البلوه اللي عملتها عندكم عشان تكلمني بعد ما اروح؟ تبقى مشكله بالنسبه لي دي. لا، انا تكلمني بعد الشغل ليه؟ انت معاك 8 ساعات كلمني فيهم وقت ما انا شغال معاك، بعد كده شكرا. انساني. ننسى بقى موضوع المديرين، ننسى المديرين، نخش بعدين بعد نشوف المديرين دول فشلوا ليه في الاداره، بعدين نشوف تمام. انما المواقف الكوميديه بقى اللي بتحصل في الشغل، بيتعرف على كائنات قسما بالله اول مره تنزل كوكب الارض، لسه اول مره اتعاملوا مع بشر، اللي هو ايه ده؟ ياه، ده في بني ادمين. ده في كائنات عايشين معانا. في كائنات عايشين معاك على وجه الارض، وفاهم انتوا خارجين منين يا جدعان؟ اصحوا بقى فوق معانا شويه بقى. يعني انا كان في واحد مثلا، ما انا كنت برضو شغال مندوب مبيعات، اللي هو ايه، بالعربيه ومش عارف ايه، بنوزع منتج معين على المحلات والكلام ده. انا المفروض ما اجلش فلوس، انا باخد فلوسي وقتي، والمفروض ايه، مفيش اجل، ما بشتغلش اجل اصلا. انا الشركه ما بتشتغلش اجل، احنا بنشتغل حي، ومعايا الهاند هيلد، ومعايا الطبعه، ومعايا كل حاجه، وشغالين ايه كده حي لايف، فاتوره لايف، زي فاتوره لازم لايف. تدفع. ايوه لازم تدفع اوتوماتيك، مفيش حاجه اللي هو يبقى لك ويبقى لي كده. ضاع خد فاجلت للراجل 3400 جنيه. اجلت للراجل 3400 جنيه. لا ده اجلت، ده مش قانون. الراجل ده هاخدهم تاني يوم، تاني يوم الصبح، عشان اللي هو زي يبقى لك يعني، مش اجل، فاهم؟ بس الاجل ده بيبقى شهر مثلا، عشان اروح اوردهم بكره الصبح في الشركه. تمام. فاجلت، فلاقيه تاني يوم الصبح عمال ارن عليه ما بيردش، وانا فرحت تحت البيت بالعربيه، وما كانش معايا السواق بتاعي، ما كانش معايا السواق اللي معايا. السواق اللي معايا كان بيبعبص هذا الشخص فيزيكالي فعلا بيعملها له. ماشي. الراجل بقى ده ايه، عمال انادي مفيش، يا حماده مفيش، خد الفلوس وانا يا حماده مفيش، اتصل مفيش. بعدها بشويه، شفت انت فيلم بوحه لما كان بيفتح الشباك والشباك بيطلع تراب؟ طلع لي لابس جلابيه بتاعت العيال كبرت. ايوه، اللي هي الجلابيه الغريبه دي. وهو الراجل ده طبيعي كلامه ان هو تقريبا سكران. هو سكران. لا هو مش سكران، بس هو طبيعي كلامه كده. فحماده مش عارف ايه، طب انا ناس نص ساعه نفس انا قلت بيلبس نزل لي بنفس الجلابيه، ما غسلش وشه. طب انت نمت تاني؟ بيعمل ايه نص ساعه؟ يعني هو انا ناديت عليك، انت ركبت تكمل نوم وانت عليك ما تجيب فلوس. ما دي المشكله. اسمع بقى، لما يكون لك فلوس بيبقوا عاملين كده. اسمع بقى يا لا، ده كائن مختلف، بقول لك كائنات من خارج الكوكب، خارج الكوكب خالص. من خارج الكوكب. الراجل اللي نزل لي، خير في ايه؟ خير في ايه؟ في فلوس. انت عليك فلوس من امبارح يا حماده؟ عليك فلوس من امبارح يا ايه ده؟ انا هو امبارح عدى. هو امبارح عدى على النهارده كام حماده؟ احنا عايزين 200 الفلوس يا حماده. اصحى معايا، في يوم يعني جديد بدأ. انا خدت منكم بضاعه امبارح. ده مش فاكر بضاعه اصلا. يا حماده افتح المخزن هتلاقي بضاعه. ده مش فاكر الحاجه. طب ماشي، هو انا عليك كام؟ عليك 3400 يا حماده. ده انا مش فاكر بضاعه ولا فاكر الرقم اللي عليه. 3400 وانا خدت بكام يا حماده؟ انت خدت بكذا وفاضل 3400 يا حماده. طب ماشي، اخش اشوف الفلوس. اتمشى خطوتين لقدام بعيد عن العربيه، حط ايده في جيبه، طلع ورقتين وجاي بيقول لي خد عد الدول كده
حماده الورقتين، الورقه ب 200، دول 400 جنيه يا حماده. فاضل 3 يا حماده. 400 يا حماده. حماده اصحى يا حماده، الزمن بيجري يا حماده. لا يا راجل. عليك 400 يا حماده. طب معلش يا شريف، خد عدي دول كده. هم ده فاقد. 400 جنيه يا حماده، ما زادوش، بتحركوا من ايد لايد شريف، ما زادوش. يمكن يولدوا ولا حاجه في الطريق. طب ثواني، دخل بقى كمل بقى زحف، وزحف لجوه البيت. تمام. جاب ال3. لا قسمهم برضه. اسمع بقى، انا جاي لك في السكه، وحماده حماده سكر هيعديها زياده. هيعديها كده السيد. فانيلة حماده وميادة ب 250 جنيه بالنافذ الشاذلي للملابس. المهم دخل وزحف برضه ولقيته جايب لي 800 جنيه. فبيقول لي خد بقى عد دول كده. قلت له 800 جنيه يا حماده. قال لي يعني 800 بجد؟ والله يا حماده 800. احلف له. طب حط اللي انا اديتهم لك كده عليهم. بقى هو 1000 حطيتهم يا حماده. طب هتعدهم بقى 1200 يا حماده. قدهم تاني. طب معلش عشان خاطر يا شريف خدها برضه. يا نهار ازرق، 1200 يخرب بيت امك حماده. حماده قال له طب ثواني. مشي بقى لغايه المحل، زحف برضه تاني. زحف كده، هو طريقه مشيته غريبه اصلا، سكران. زحف لغايه المحل وجه جايب لي 800 جنيه برضه. هو طلع عنده 800. يا عم يا اخو عد دول بقى كده. انا قلت ان هو جايب باقي. ما هو مش هيحسب. بعدتهم طلعوا 800. يخرب بيتك يا حماده. دول 800 يا حماده. قال لي والمره اللي فاتت كانوا كام؟ قلت له كانوا 1200 يا حماده. قال لي طب ما تعدهم تاني. يا دي هدهم تاني. فحطيتهم على بعض وعديتهم ومش عارف ايه. بقول له 2000 جنيه يا حماده. قال لي 2000 جنيه انت كده واصلك حقك. قلت له يا نهار ازرق، انا فاضل لي يا حماده 1400 جنيه يا حماده. قال لي ازاي بس؟ قلت له يا نهار ازرق، 2000 ناقص 3400 كام يا حماده؟ لسه 1400. ده لسه فاضل 1400 جنيه. زحف يا بيه بدأ يستغيث بقى بالناس. نده البنت، بنته جت. خدي عندي دول كده. لا هتبص ثقة لا فيك ولا في شريف ولا في بنته، الله يخلقه. حتى بنته عدت ومش عارف ايه. ثواني ياما استغيث فيها. استغيث. منزلين له 400 جنيه. حماده انا فاضل لي 1000 جنيه. ابوس ايدك الشركه هترفدني. الشركه هتقفل وهترفده وهو لسه بيجمع في الفلوس. يا فاضل لكم كام كاية؟ 1000 جنيه حماده. يعني انتوا معاكوا كام؟ 2400 يا حماده. ده حماده ده في الضياع خالص. طب ما تعدهم كده. تاني الله يخرب بيتك. المهم حماده لقيته بيلف مد ايده في جيبه، اكتشف بقى ان في فلوس. بطل زحف. طلع باكو 200. يعني في فلوس اهو يا ابن ما في فلوس. طلع معاك بس 10000 جنيه 200. هو بيقلب البيت الاول ومش عاوز تديني. كان بيقلب ماما والبيت الاول يا اسطى، هو بيشغل دماغه. لا عايز يشغل بيت. قسما بالله في كائنات في الدنيا. انا يحضرني موقف. بس ده فاقد الزمن والمكان وفاقد وعي ومش فاكر هو. حماده ممكن يكون في حاجه. اكيد في حاجه. لا تاني حماده. طب حماده مش شغال في حاجه في مصلحه. انا دخلت في مره على واحد في مصلحه حكوميه. كان معايا اذا كنت شغال محامي، فكنت بخلص ورق. فدخلت على واحد في المصلحه الحكوميه. عارفين الفنان احمد حلاوه؟
احمد حلاوه بتاع وجات على الارض وراح بتسبسبي ابراهيم معوض. ابراهيم معوض هو ده اشهر حاجه. انا ببص في الوش بتاع الراجل ده، هو استاذ احمد حلاوه، شبهه فعلا. استاذ احمد حلاوه ايه اللي جابك هنا يا استاذ احمد؟ يعني اللي هو فاهم ده استاذ احمد حلاوه، وانا داخل على استاذ احمد حلاوه. فاول ما دخلت عليه هنا وصاحبي ده هو فعلا ما عنديش انا ما عنديش لا روح شوف لا هو احمد ما حلاوه. عنديش شهادات، ما اكتبش شهادات. هو انا اتكلمت يا معلم؟ انا لسه فاتش بقي. هو انا باحمد حلاوه انا فعلا. قبلها بيومين كنت في نفس المصلحه دي بس بخلص ورقه من حته تانية، ففي وليه قاعده بره وليه دي في ست قاعده بره، فبتقول لي مش عيب يشغلوا حد زي كده في الحكومه والشباب بتشتغل في القطاع الخاص ومش لاقي شغل. فقلت لها يا اخي، قالت لي زكريا ولا بيعرف يقرا ولا بيتكلم اصلا. ولا مين زكريا؟ فما خدتش بالي من الموضوع وقعدت اضحك ومشيت. هو بقى طلع احمد حلاوه، طلع استاذ احمد حلاوه. وايه انا ما عنديش. فروحنا مع واحد تاني خلصنا وطلعنا الشهاده، وللاسف اضطرينا نرجع لاستاذ زكريا نخلص الورق يكتب الشهاده. هو بيعرفش يكتب تقريبا، ما بيعرفش يقرا ويكتب. دخلنا عليه، انا ايه عايزين شهادات ليه؟ شهادات عايزين نودي المحكمه. هو حاسس ان هو طلع حاجه من جيبه. ليه؟ عرفنا نسلك لسانه شويه، خد 20 جنيه في الشهاده عادي. ما هي تمنها 20 جنيه ماشي تمام. لا مش تمنها. مش رشا؟ مين هنا بياخد رشوه؟ مين هنا بياخد رشوه؟ ايوه. فخد ال 20 جنيه في الشهاده، قلت لها طب انا ما هجيب لك وراح يجيب ورق، وجاب الورق ملون كده. بس معلش بس والنبي يا استاذ ما بشوفش. كمان اقرا كده وانا بيشوفش. هو ما بيشوفش ولا بيستهبل عشان ما بيعرفش يقرا؟ مش مهم بقى. ما بيعرفش يقرا فعلا. وكذا كذا 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 فمش عارف ايه. فقلت له فمش عارف ايه 306 300 اصلا وتتا يا تيبا تتا. انا كنت لابس سويت شيرت احمر، وشي بقى لابس سويت شيرت من كتر الضحك. انا دخلت برضه في مصلحه برضه بالمناسبه استاذ زكريا، عشان استاذ زكريا دخلت في مصلحه حكوميه تانية، والاقي اللي قدامي اللي هو المفروض خدمه عملاء حيه يتكلم قدامك على المكتب. دخلت قلت له السلام عليكم، قال لي السلام عليكم. ده برضه نفس الكلام. هو نفس رد الفعل. ايه عدوى بنت الكلب اللي ماشي نفس رد يا جدعان. يعني راعوا مشاعر الراجل وراعوا مشاعر الناس، عشان مش عارف اكتب الضحكه. ايوه ما انت هتعمل ايه؟ ما تشتغلش فرونت اوفيس على البني ادمين. ايوه خليه باك اند، خليه ورا. فما تكلمني. ده الاسم كلها فيه المشكله دي. يا نهار اسود يا جدعان، عيب بقى، مش هينفع كده. فكرتني بواحد برضه في ايام المحل ده. كان هو عايز يجيب كفته كل يوم تقريبا، بيجيب كفته لوالدته او لوالده مش فاكر. حد قريبه يعني، حد عنده في البيت لازم يجيب له كفته على الغدا من نفس المحل. انا ماشي، الكفته بتاعتنا جميله وزي الفل وكل حاجه، بس اكيد في يوم مش هتكون موجود. في يوم مش هيكون موجود، الكفته خلصت، حصل اي مشكله. فمالهاش علاقه ان انت كسيادتك كعميل زبون تزهق على اللي شغال في المحل انت بتكلمه. هو الراجل بيكلمني في التليفون، يا فندم عايز نص كيلو كفته. طب يا فندم الكفته خلصانه، ممكن تيجي كمان ساعتين كده. طب ازاي؟ انا والدتي عايزه تاكل. طب انا مالي، والدتي عايزه تاكل، الكفته خلصانه. مش عارف اروح اذبح، مش عارف اسيب المكان دلوقتي واروح اذبح عشان تقول لي الكفته خلصانه او مش خلصانه. انا مالي. وبعد يزهق ويتخانق معايا في التليفون. طب انت بتتخانق معايا ليه؟ انا مالي. ما خلصانه، هي خلصت. قفلت السكه. كان في يوم زحمه. اليوم ده بقى اليوم ده في المحل يا باهر انا كنت اتبدلت، ما كانش مكاني. يعني انا كنت المفروض اقف كاشير، ما وقفتش كاشير، وقفت على الكونتر اللي هو مكان ما بسلم للعميل الاكل بتاعه. هو ده الكونتر يعني. فالمهم سبت الناس اللي كانوا واقفين على الكاشير يتخانقوا مع الراجل. يعني انا قفلت في وشه ودخلت جوه يتخانقوا معاه تاني. رجعت انا بقى قلت لهم خلاص انا هاجي لكم. خرجت من بره الكونتر، رجعت تاني على الكاشير وانا بتكلم في التليفون. ايوه مين؟ لقيت الشخص نفسه اللي طلب الاوردر جاي للمحل وبيتخانق. انا في واحد قفل في وش التليفون، انا في واحد عمل مش عارف ايه. يا فندم بقول لك مفيش كفته خلصانه. فانت بتقول لي رد، انا مش هقدر اعمل لك حاجه. وانت معطل الدنيا على فكره. في ناس هو معطل الدنيا، ودي الفكره. في ناس كده يتصل يعطل الدنيا، وهو باخد حق.
انا دافع ما- فلوس، انا دافع فلوس الدقيقه بنص جنيه ايوه. وهكمل الدقيقه لغايه اخرها. طب انا استفدت لو ايه؟ دخلت في دقيقه جديده على طول انا اكمل لغايه المشكله اخرها. المشكله حتى ما جيته المحل، يعني هو انت جيت المحل جنب البيت عنده، فهو جيت المحل استفدت ايه؟ ما برضه مش هيكون في كفته، انت ما استفدتش حاجه لما جيت لا المحل. انا أنا رحت- ده يترفد لازم تقطع عيشي. ايوه. امشي اطلع بره يا كلب. جاي يتخانق وخلاص على الفاضي مفيش كفته، يا عم تروح شوف محل تاني وخلاص. وصاحب المحل يجي يمشيك ويغمز لك الشغل ده، انا عارف انا الليله بنت الكلب دي. بس في خلصانه يا مفيش. حبيبي لا في ناس قسما بالله يعني هو ملوش حق ان هو يعمل كده على الاطلاق. وهو انا كنت جنب الموقف، بس قسما بالله لو الموقف ده كان حصل معايا لو كنت جبت دماغ امه تحت رجلي ما انا بقى كسرتها. كان في اتكلم رقبة. مع الواد جنبي في المحل، كنا شغالين في سجاير ومش عارف ايه، فالواد جنبي في المحل والواد بيبيع السيجاره والزبون مش عارف ايه، فبيقول له لا ما فيش دلوقتي ومش عارف ايه، فالزبون واقف له فبيقول له والله ما فيش يا باشا ومش عارف ايه، فالتاني قام تف في وشه، تف في وشه. تف في وشه اضربه. ويعمل بقى خناقه واتصل بصاحب المحل وبتاع. قلت له هاتولي كذا 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 يا باشا، برضه ما ينفعش اللي حصل، بس انت حقك عليا. هو جايز يكون زعق شويه في ان ما فيش البتاع، بس انت حقك عليا، بس اللي بيحصل ده ما ينفع، ايوه هو غلط، يعني ايه تف في وشه؟ ما ينفع. هو انت شغال فين؟ في مصلحه في كذا، هل ينفع انا اجي لك المصلحه دي وتيجي تف في وشك؟ هتقول لي بقى ايه ما مش عارف ايه. ايوه ما غلط. نفس الفكره، احترم اللي شغال اللي ما ترضوش على نفسك ما ترضوش على غيرك. مهما كان قدره. م? احترم اللي شغال قدامك، بتاع خضار تحترمه، أيوة. جبن تحترمه. أيوة، احترم اللي انت بتتعامل معاه، ما تبقاش بالوساخه دي وما تبقاش بالغباء ده. واحترامك لنفسك قبل ما يحترم الشخص نفسه، يعني انت كده ما هو كده الشخص نفسه اللي عمل التصرف ده هو اللي بيبقى زباله يعني. بمناسبه الاحترام بقى، انا نفسي الادارات تحترم الناس اللي شغاله تحتها. اه ده في واحد بيقول له ولا شاف المدير بتاعه الله العربيه الجديده دي ومش عارف ايه، قال له ما انت لو اشتغلت احسن هجيب الجديد السنه الجايه. ودي حاجه حلوه بيشجعه. هو اللي هيجيب الجديده. المدير اللي هيجيب مش الولد. ايوه انا هجيب الجديد السنه الجايه، لو انت اشتغلت كويس انا هجيب الجديد السنه انا الجايه. بحسب الولد اللي هيجيب لا العربيه. لا ولا هيجيب له قديم حتى. انا المدير بيحفزه لنفسه. صناعيه يعني انتوا شغالين عبيد، اشتغلوا انا هكسب. ايوه فيها عبيد مناكيد وفيها السين. الله نفس يمسك. نظام الاقطاعيه والاستعباد، هو شغال زي ما هو، وعلى مفيش فكرة حاجه اتغيرت. في حاجه دايره دلوقتي على الحوار ده، اللي انت بس الوظيفه بقت عامله زي العبوديه، الناس ما بتبقاش في وقت لترفيهها وفي وقت لاي حاجه. مش اي حاجه يعني. انا كنت شغال وظيفه واعتبر مدير مبيعات لي شركه واتعاقد مع المصالح وبتاع، ما كانش ليا تامين صحي. ومدير مبيعات. ايه؟ ومدير مبيعات وانت ومدير المفروض مبيعات. شايل الشركه كده. لا ده مدير مبيعات، ده انا مدير كل حاجه. انا كنت رايح اخلص ورق التامينات، وكنت رايح اخلص ورق اللي بامن على العمال اللي عندنا، وبشتغل الشغل ده، وباخد اعفاءات ضريبيه واشتغل ضريب، انت كده انت الشركه كده كلها. واشتغل اشوف المناقصات واخشها، واشتغل اعمل كل كده حاجه. انت الشركه كده، انت الشركه كلها. كل حاجه. مرتب كام بقى؟ لا ولا حاجه، بيفاسي في وشك. كام إيه؟ صفر؟ ايه؟ كام صفر؟ لا كام صفر ايه؟ ما خدتش 4 صفار؟ ده الافضل يخليهم صفرين يعملها. بقول لك نتاني صفرين ايه؟ لا ويشيلك حاجات فوق طاقة أي بني آدم ودون أي تقديم. ما هو المشكله بقى هو بالنسبه لي. وفي نقطه يا باشا معلش. وهو إيه؟ لا ثانية واحدة، مشيها كده بلقمتين وصلصة كده، أنت عمرك ما هتنجح كده، أنت هتفضل فاشل. أنا قعدت أتحايل على الأستاذ ده، عاوزين المكان يبقى فيه ناس شايفانا كشركة، كاسم شركة، الاسم يبان. قعدت اتحايل عليه يعمل يافطة. مفيش يافطه اصلا. مفيش يافطة، مفيش حد عارف المكان اصلا. ما هو ده يبان. هو مفيش حد عارف. ده عيب صاحب المكان لما يبقى هو عاوز المدير. يعمل موقع، اعمل لك الموقع. عاوز الموقع يا حبيبي، هات 20,000 جنيه. قال لي ازاي؟ ده بيتعمل على النت ب 150 جنيه. روح اعمل. هو ايه اللي 150 اتفضل جنيه؟ خش اعمله ب 150 جنيه. لا وهو ايه، كان عنده نظريه. هو انا بقول لك هو راجل منتج، فكان عنده نظريه اللي هو الحاجه ما تغلى عليك ما تجيبهاش. تجيبها ليه؟ فانا بقى جاوبته الحاجه البنطلون لما يتجاه في الشغل ما تجيبش غيره، تيجي الشغل ملت. الفطار يغلى ما تفطرش، يموت يا كلب. ده هو عبيط.
ايوه ده غلط. عبيط قسما بالله. كان في راجل عندنا بيموت في الشركه، بيموت وعنده ازمه قلبيه، فيه جلطه، وجايبين له عربيه سوزوكي يروحوا البيت. يبقى كل بقدونس. كل بقدونس. بقدونس ايه؟ وايه ناكل بقدونس يا ابني لا مؤاخذه يا جدعان، راجل ليه؟ واحد هيجي له جلطه ياخد كل بقدونس. بقدونس ايه؟ والله العظيم خد حسنات بسببي تكفي ان هي تغفر له كل اللي خده في في حياته. الجنه ان شاء الله. يا الراجل لعبها صح، طلع نظريا الواحد يعني فاهم. والفكره ان اللي مخليه يقبل بهذه الفكره الناس اللي شغاله تحت. فاكر الحلقه الاولانيه سلبيين. بتاعت الحمير؟ سلبيين انا وكده. خلاص هفضل زي ما انا ما هو ده باهر بقى هو تعمل. يا دوبك على اللقمه، هجيب اللقمه بالله في عيش. انا جايب باكل غلبان، جاي باكل تبن وبمشي. انا غلبان وحاجه خرب. انت لو اتمردت عليه وسبته ما هو هيفشل. لا بس هو بالنسبه فكرة له بقى هيلاقي. الناس اللي دماغها مربعه اللي كانوا شغالين معاك، ما هجيب غيرك 1000. ايوه يا جدعان ما هو ال1000 دول هنفضل كده في نظام العبوديه؟ هل انتوا اغبياء؟ هل هو لما يديك 3000 جنيه، هو ما كانش بيدي 3000 جنيه، ها 3000 جنيه في الشهر، ده يعيش بني ادم؟ لا هو يا دوبك مواصلاتك وفطارك. انت هتفطر بيهم. انا كنت بصرف يوميا في الشغل 150 جنيه. ايوه يعني انت عايز 4.5، انت عايز زياده على مرتب 1500. ده عشان الشغل. ده عشان الشغل بس، مش مرتب. مش ليك انت اصلا، ده للشغل. نفس فكره التمرين تحت محامي. التمرين تحت محامي انت كده تشتغل ساعه بريد وبتصرف على الشغل. انت كده بتصرف على الشغل عشان بتاخد تمرين او بتتمرن تتدرب. بتصرف على الشغل ساعه بريد. ساعه بريد فعلا. انا كنت برضو عند شغال مع محامي تاني، قسما بالله منزل لي كوبايه شاي طول السنتين اللي سنتين من غير كوبايه شاي. كوبايه شاي منزلها. طب ازاي يعني؟ لا هو امتاني اصل في عالم كده خالص. طب انتوا منتين ليه يا عالم؟ يا منتنا. ما انت كان ممكن لا انا ما بتكلمش كده. انت كان ممكن بدل الاستنتان والجيفنه اللي انت فيه الكلمات دي ده اهي معجم باهر، الجيفنه والبتاع، اصرف على الشغل هيجيب فلوس. اصرف على الشغل دعايه، اصرف على الشغل لازم تصرف على الشغل عشان الصناعيه، عشان الصناعيه تبقى راضيه، عشان مش بدل ما انت في دلوقتي معاك صنايعي شاطر تضيعه من ايدك ويمشي عشان انت ما بتديلوش فلوس، عشان 200 جنيه ولا صنايعي فاشل يبدا من الاول، يعيد السيركل من الاول. ما انت مربي يا ايوه ما تزوده. والفكره حتى ما بيلحقش يسلم اللي هو هجيب لك واحد نص لبه تحتك فيتعلم منك. ما حدش، والناس دلوقتي ما حدش عاوز يسلم حد، ما حدش طايق المكان اللي هو بيشتغل فيه، فما حدش عاوز يسلم حد. اللي عاوز انا عاوز اخلع عشان في مرتب اعلى في حته تانية. أيوة. وينعى الميتين ابو معرفتكم. ما دي المشكله بقى، ما حدش اصلا بيكمل على الشغل ان هو بيحابب المكان او حابب الحاجه اللي هو فيها. لا كله بيقلب. هو الناس اللي بتقرفك في الشغل. انت عشان الناس ما بتبقاش راضيه بقى، الصنايعي ما بيبقاش راضي، فخلاص انا همشي هشوف حته تانية تراضيني، هشوف حته تانية تظبطني كمرتب وظبطني كاداء والتعامل مع الناس. يعني في ناس ممكن تمشي من محل من التعامل الناس، مش شرط انه فلوس. انا ما بتكلمش على صنايعي. ايوه انا فاهم. انا في ناس هو بيخلص لك الورق اسرع من اي حد تاني. طب ما تنضف راضيه بقى، اديله بقى يعني. هو خلاص اتخنق، بيعمل لك الحاجه دي احسن من اي حد وكمان تاني. ده انت كنت هو بيعمل لك الحاجه دي اسرع من اي حد تاني. كنت بتعمل وظيفه اكتر من شخص. يعني انت بتعمل مدير مالي ومدير تسويق ومدير مش عارف ايه، شغال في كل حاجه. وشويه تقول له اعمل لك موقع واعمل لي صفحه على النت. انت كده شغال الشركه كلها. بيقول لي امسك لي صفحه الفيس. أيوة. عشان قلت له انا شغال ايه بالظبط. مش عايز اجي احميك ولا يافك بالمره. ده اللي فاضل. واحد منه في الحمام. ايوه امسح واحد منه. عايزين واحد منه في الحمام يجي يليف، واحد يجي يعمل. طب انت ده كله يقول لك 2000 ونص ولا 3000 جنيه. لا انت كده جايب عبد ويا ريته بتديله فلوس، ما بتاكلوش حتى. انت جايب عبد كده وما بتاكلوش. يعني انت حتى مش بتاكله تديله حاجه تاكله، لا ده هو بيصرف زياده ولا بتعيشه حتى. يعني انت بتموت. ايوه. طب فايه الهبل ده؟ ما دي المشكله. والمشكله بقى الناس دي عندها حاجات مثبته لهم شغلهم، مخليهم مش واقفه على صناعيه. الناس اللي زي دي بقول لك زي الشغل حاجه ثابته او حاجه مستمره.
طمع الناس الاعلى هو اللي بيؤدي لزياده فقر المستوى الاقل. ماشي، ما هو اللي فوق. انا عاوز اكوش على كل حاجه ومش عاوز اسيب لاي حد اي حاجه، في حين ان انت مش هتستمتع بده كله. بص بقى، في مبدأ عند الشخص الاونر بيبقى عامل زي ايه، في ناس من اللي هو عندي بيزنس، فانا الشخص اللي تحتي دوت لازم اقدره، عشان طول ما هو متقدر طول ما هو هيشتغل. ده فكره عند ناس للاسف، هو ده غلط. لا ده العكس، اللي هو مرتاح ما هو المفروض هو هيديك اكتر. هو عنده لا، انا مش عاوز أكتر. انا اتعب الصنايعي او اتعب الشخص اللي شغال معايا، اتعبه عشان خاطر يديني شغل، عشان يبقى تعبان وبياخد فلوس. فاهم الفكره؟ هم عند في شخصيه عندها الفكر ده، وده من اسوأ الافكار او اسوأ الشخصيات اللي ممكن تقابلهم. ده اهرب منه، اهرب منه. لو انت مديرك بيعمل الكلام ده اللي هو عايز يقدرك عشان خاطر تشتغل اكتر، اهرب منه، لان ده بيجي تاثير سلبي. بس هو بالنسبه له بيلاقي زي ما تقول بيلاقي عبيد كتيره ولا حمير كتير، فبيقول لك كمل. في مره استاذ بطاطس، انا قلت لك انا هعملك بيوريه اسمع مني. تمام. لو بتسمع اقفل ودان. دخل في مره، هو الجهاز ده بتاع مين؟ بتاعنا. شغال؟ شغال. ده مع واحد تاني كمان باشمهندس بقى كمبيوترات عندنا في الشركه. فبيقول له الجهاز ده بتاع مين؟ بتاعنا. طب في ايه؟ ما فيهوش حاجه، شغال سليم. طب ما تشوف. ما هو سليم يا عم. هو انت اللي كده سايق عليه؟ ما تشوف. شوف. في مره جه بيقول لي ايه، احنا عاوزين الحاجات دي من هنا عشان نحطها هنا عشان نجردها ونرجعها هنا تاني. حضرتك عبيط؟ تغير عتبه بس. انا بصيت له كده وصغرت له وهو رجع في الكلام. هو ارتعد. هو ارتعد، عارف ان هو بيهيس، رجع ورا ارتعد. قال لك هياكلني دلوقتي. هتهزر؟ احنا كده جايين نهزر بقى. احنا كده جايين ايه؟ انت مش لاقي حاجه تفليها وجاي تشمت قرد. قسما بالله. ايوه بيبقى والله بيبقى فاضي. هو فاضي مش لاقي حاجه يعملها. هو فاضي مش لاقي حاجه يعملها، ففجاه اللي هو ايه، تعالى اعمل اي حاجه، اكنس التراب ده، اعمل مش عارف ايه، اعمل مش عارف. هو مش لاقي حاجه، مفيش شغل. انت عارف لو في شغل بقى وناس زباين جت مثلا وشغالين، مش هتلاقيه بيفكر في الحاجات دي. بس الفضا موجود، يلا بقى ابدا افرك، يلا انت لياتك معوجه ليه؟ دقنك طويله. زباين ايه؟ زباين ايه؟ يعني لو في، احنا بنتعاقد مع حاجات حكوميه. انا قصدي لو في يعني عميل بيتعامل معاك كده. انا في فتره من الفترات يعني انت اصلا طبيعي ما فيش عميل يخش مكانكم لو انت بيدخل عادي. طيب الفكره في كده ايه؟ الفكره في ايه؟ انا كنت في فترات شهور تخلص الشغل بره بقى. تخلص الشغل بره بعيد يعني مش طبيعي تقعد. ما تروحنا بيتنا. انا قاعد اعمل ايه؟ يقول لك لا، اقعد 6 ساعات مثلا زياده. انت بتخلص مع المصالح الحكوميه، الساعه 3. هو هنا مديك شغل تايم؟ قاعد بقى ايه؟ شغال معاه تايم ولا شغال معاه النهارده مصالح حكوميه فمصالح حكوميه وروح؟ تايم ايه؟ يعني في وقت شغل دي؟ انا كنت بقعد اوفر تايم، كان هو بيقعد ونقعد اوفر تايم ساعه ما يحسبهاش. لا ايه ده؟ وتيجي تتاخر نص دقيقه الصبح، خصم نص يوم. خصم نص يوم. ده بجد والله. ايوه الفكره دي. والاوفر تايم تقعد بالساعات. ما هو الاوفر تايم اصل اللي الصبح بتتضرب في 2 والاوفر تايم بيتضرب في 1. هو ايه ده؟ جبتها منين دي؟ عشان في مصلحته. جبتها منين دي؟ مصلحه الشركه الاوفر تايم في 1. جبتها منين دي؟ انهي قال لك على الكلام ده؟ لائحه الشركه. هو يقول لك ايه؟ يقول لك اللائحه بتقول كده. لائحه مين يا معلم؟ انت بتهزر. لا يا جدع قسما بالله. يلا ايوه يا انا يعني في حاجه في دماغي كده هتحصل. يلا لا بلاش تهاوش. لن ابوح لانه اسوأ مصير ستقولي ليه. لا بلاش. يلا كفايه على بطاطس. ما ننهي الحلقه. لا ننهي الحلقه. ماشي يلا. كفايه. برضو ما بقولكش ان كل الشغل وحش. انت ممكن تروح تشتغل في حاجه تستحمل. انت برضو مش مولود تشتغل مدير. انت مش نازل تشتغل مدير. تستحمل. انا اشتغلت 15 شغلانه لغايه دلوقتي اهو، وما لقيتش نفسي، ومش لاقي نفسي في حاجات فيهم، ولاقي نفسي في حاجات تانية، وحاولت اعمل كذا. حبيبي انا بعت سلاحف. سلاحف